السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما غادي نبقاو نهضروا حتى تولي المراه قويه بزاف وتولي ثقه في راسها وتولي كتبان لها راسها زوينه، ما تبقاش محتاجه الاراء ديال الناس الاخرين. اليوم وصلنا لموضوع اللي مهم بزاف. كاع الموضوع اللي دازو كانوا مهمين، ولكن كان كيطلبوا ان يعني السيده تكون عارفه راسها شنو باغا دير، وتكون يعني تخدم على راسها مزيان. ولكن الموضوع اللي وصلنا ليه اليوم كنشوف فيه صراحة بزاف د الناس كيضيعوا فيه بزاف د الفلوس وكديروا بزاف د الأغلاط. ومع العلم المسألة ساهلة بزاف، خصنا غير نعرفوا كيفاش نتعاملوا. اليوم غنهضروا علاش كيفاش نبان زوينة بطريقة واحدة أخرى. يعني المواضيع اللي هضرنا عليهم من قبل كيطلبوا منك الخدمة، ولكن اليوم كيطلبوا منك غير الصبر وتكون عندك حسن الاختيار. الموضوع ديال اليوم كاين اللي غيجيها ساهل، يعني اللي ما عندهاش مشكل في هذه القضيه هذه يجيها ساهل تقول لك لا ماشي شي حاجه. ولكن كاينين اللي كيجيو من هذا الموضوع هذا صعيب بزاف وديما كيبقى كيأثر في النفسانيه ديالهم. الموضوع اليوم شنو هو؟ هي كيفاش نختار الحوايج اللي يجيو قدي ويجيو مع لاطاي ديالي وكيف ما كانت لاطاي ديالك. دابا حنا اللي بغينا نسولو اغلبيه الناس، ما غاديش نقولوا كلشي ولكن الاغلبيه غادي تقول لك مثلا انا رقيقه ملي لبستها ما كتجي معايا. واحده اخرى غتقول لك انا غليظه ملي لبستها ما كتجي معايا. واحده اخرى تقول لك انا طويله فاش كنمشي نتقضى ولا ما كنلقاش الطول ديالي. واحده اخرى عاوتاني تقول لك انا قصيره فاش كنمشي حتى حاجه ما كتجي قدي. وهي راه مساله ماشي مساله طويله ولا غليظه ولا رقيقه ولا قصيره، مساله كيفاش نتي كتختاري الحوايج ديالك. ماشي بالضروره انك دخلتي لواحد المحل غادي تقضي منه صافي راه غادي تقضي منه. ماشي بالضروره عجباتك واحد الحاجه راه غادي تجي قدك. وكذلك ماشي بالضروره شتي شي وحده مثلا شي لبسه شتيها عند صاحبتك ولا عند اختك ولا المهم شتيها عند شي وحده تقدر تكون مثلا غير دازه في الشارع وتمشي تاخدي بحالها، حيت انت العطي ديالك ماشي بحال ديال ديك اللي شتيها لابسه ديك الكسوه وجايه معاها. واول حاجه باش نكونوا متفاهمين عليها، كيف ما كانت لاطاي ديالك خصها تكون عاجبك. يعني ما كانش انت لاطاي ديالك عاجبك ومقتنعه بها، مجرد ما غتدخلي لشي محل وكاينين شي ناس اللي كيستغلوا هاد القضيه هادي، كتكون السيده ما تيقاش في الجسد ديالها ولا عندها شي مشكل ولا المهم شي واحد تنمر عليها قال لها راه انتيا مثلا رقيقه ولا طويله ولا المهم اللي كان. كتبقى ديما فاش كتدخل تقيس ما كتدخلش وهي تايقه انها غادي تقيس، عجباتها غتاخدها ما عجباتهاش ما غتاخدهاش. وحتى دوك موالين المحل كاين الله يهديهم ماشي كلشي كيستغل ديك النقطه هذيك كتولي هي غير كتحشم وكتاخد داكشي اللي ما كانت تنقولوا ما مقتنعاش به، ولكن خداتو غير حيت حشمت او لا حيت ما بغاش تطيح في داك الموقف انها تسمع انها مثلا هي رقيقه وداكشي علاش ما جاش معاها ديك اللبسه. مهم كتستقي انا واخده ديك الحاجه ما واخداهاش عن اقتناع. وثاني حاجه ما تمشيش تقضي حتى تكوني غتسافري او لا تكون عندك مناسبه او لا حتى يكون وصل العيد. مهم ما تقضيش وانتي مزروبه. الا كنتي كتلقاي مشكل في اختيار مثلا الالوان او لا في الديكور اللي غادي يجي مع الجسد ديالك او لا مهم في اي مشكل، ما تخليش كما كنقولوا حتى الدقيقه 90. حيت لا خليتي حتى الدقيقه 90 كوني اكيده انك غادي تجيبي شي حاجه وما غاديش تعجبك، غادي دوزي بهذيك المناسبه غير باش ما عطا الله زعما راكي لابسه حاجه جديده، ومن بعد غادي تولي تحطيها في الماريو وما غاديش تعجبك. غتصيبي عندك بزاف د الحوايج ولكن فاش كتلبسيهم ديما كيبان لك داك المشكل اللي او لا هو يقدر يكون ماشي مشكل اللي كتعتبريه كاين في الجسد ديالك. يعني فاش بغيتي تقضي خصك تاخدي وقتك وما تمشيش مزروبه. وثالث حاجه خصك دائما تخلي المصروف ديالك ديال الحوايج يكون دائما عندك ميله، يعني ماشي حتى كتحتاجي عاد كتولي خصني ناخذ واحد الحاجه كتولي كتزيري مثلا اما راجلك ولا المهم شكون اللي كيعطيك او لا انت اللي كنتي خدامه ولا المهم اللي كان كتضطري انك تاخدي واحد الثمن قل وتقدري تجيبي شي حاجه مثلا غير ديباني بها. تقولي وما عليش دابا غادي نديباني بها ومره اخرى غادي نشري. والاغلبيه غادي تبقاي بحال هكا ديما كتقولي غنديباني او ديما كتخلي الحوايج حتى الدقيقه 90 وهكا ديما ما كتشريش شي حاجه اللي كتكون زوينه وكتكون مميزه. واخا تكوني شريتيها مثلا غاليه ولكن بالنسبه للمستوى ديالك
ما كتكونش شي حاجه اللي زوينه. وكنظن رابع حاجه حيت راني نسيت، هي ما تمشيش تقضاي حتى يسالي العام. الا كنتي غتاخدي حوايج ديال البرد غتمشي تاخديهم في الاول د العام فاش تكون يلاه دخلت السلعه، كيكونوا لي طاي موجودين، وهكاك كتكون عندك اختيار تختاري وتقيسي على خاطرك. ولا كان عاونت حوايج ديال الصيف عاونت هي خصك تمشي في البديه ديال الصيف فاش يلاه كيدخلوا الحوايج ديال الصيف، باش هكا كتقيسي على خاطرك تلقاي لا طاي ديالك كيف ما كنتي، رقيقه ولا غليظه ولا قصيره ولا طويله. تقدري تلقاي واحد شويه هكا ديال الاختلاف. مثلا الا كنتي قصيره تقدري تجيبي واحد الحاجه هكا تكون طويله عليك شي شويه، دي عند الخيط نقصيها. يعني ما غتلقايش واحد المشكل اللي كيجيب لك الله انت راه داك المشكل صعيب وما عندوش الحل. وخامس حاجه، هذا اكبر مشكل كيطيحوا فيه بزاف د الناس، وهي كي تاخدي شي حاجه حيت شتيها عند شي وحده جايه معاها، يمكن تشوفيها جايه معاها وتعجبك ولكن انت ما تلبسيها ما تجيش معاك. عاونت هي تقدر انت تلبسي واحد الحاجه تجي معاك ولكن هي فاش تلبسها ما تجيش معاها. الا شتي واحد الحاجه وعجباتك ومثلا كانت موجوده، يعني داك الموديل كان كاين، سيري للحانوت وقيسي على خاطرك وشوفي في المرايه على خاطرك وخودي الوقت ديالك وديري معاه بالشوار. داك الساعه فاش تمشي للدار تقيسيه وتشوفي اللون كيفاش جا معاك وتشوفي كيفاش جات مع لاطاي ديالك، هاد داك الساعه يمكن لك انك تاخديها. اما باش تشوفي واحد الحاجه عند واحد السيده وتاخديها، هذا الاغلبيه يعني حكم الدومين ديالي قريب شويه بزاف للعيالات، اغلبيه ما كتجيش معاك. يعني كل وحده وشنو كيجي معاها. وحاجه وحده اخرى، فاش تدخلي للمحل وتقيسي ما تبقايش تدخلي وانتي عندك شي مشكل مثلا فيك وتدخلي وانتي كتحسي براسك انا غندخل نقيس وهاد الحاجه اللي حيت عندي ماشي هي هذيك، محال واش تجي قدي شي حاجه. لا، دخلي وانتي تايقه بلا راكي غتلقاي داك الحوايج اللي انك كتقلبي عليهم، وحتى الا ما لقيتيهمش تما غتلقايهم في محل واحد اخر. هادشي علاش خص يكون عندك الصبر وتكونيش مزروبه، ما تخليش الحوايج ديالك حتى الدقيقه 90 عاد تاخديهم، يعني وتاخدي الوقت ديالك. دخلي نتيا داخله للمحل، داك مول المحل هو اللي خصو يكبر بيك واللي خصو يتعامل معاك مزيان باش ترجعي مره واحده اخرى. ماشي انت تدخلي وتسمحي في حقك وتقولي مثلا ما جاتنيش منها مزيانه ماشي مشكل، اولا تدخلي وانت كتحسي براسك راهم غيشوفوا داك المشكل ديالك حيت انت يمكن غليظه داكشي علاش ما جاتش معاك هاد الحاجه، ولا المهم شي افكار بحال هكا. يعني داك المشكل اللي عندك خصك تصالحي معاه في الدار، عاد تقولي بسم الله توكلت على الله غادي نمشي نتقضى حويجات راسي. وحاجه وحده اخرى مهمه بزاف تقدر تكون هي اهم هادشي كله اللي هضرت عليه، هما الالوان. انا فاش كنشوف شي وحده لابسه شي لبسه زوينه يعني وغاليه ولكن اللون ما زوينش، ماشي اللون حيت كاينين شي الوان كتحس قبل ما تلبسيهم هما كاشفين كيفاش غادي يجيو مع وجهك، بغض النظر انت كيفاش دايره، واش سمراء ولا بيضاء ولا المهم اللون ديالك كيفاش داير. اللون اصلا هو كاشف، واخا انت شاريه بثمن زوين واخا شاريه غالي واخا فيه خدمه زوينه، ولكن اللون اصلا هو ما زوينش ما غاديش يجي معاك كيف ما كان لون البشره ديالك. داكشي علاش فيما تفكري تاخدي شي لبسه غادي تلبسيها فكري في اللون هو الاول، ما تاخديش الالوان. المهم هو الالوان كيبقى على حسب انت داك الحوايج فوق فين غتلبسيهم، واش غتلبسيهم في الدار ولا هاد الخروج ولا المناسبات ولا المهم انت يعني فين غتلبسي داك الحوايج. ولكن اهم حاجه هو اللون يكون زوين، يعني فاش كتشوفي في داك اللون كيبان لك زوين، ما كيبانلكش بحال ما غتلبسيه غيبين لك بحال مريضه. يعني اللون كيكون ما زوينش. ما كنهضروش حنا على الديكرادي ديال اللون يعني بالدرجات، كنهضروا على اللون كيف ما كان، يعني اللون ديالو فاش تشوفيه يكون زوين. الا خديتيه غوز خدي غوز يكون مزيون، يعني فاش كتشوفي فيه كتحسي به دافي، ما كتحسيش بداك اللون كاشف، ما كتحسيش به ما زوينش. فهمتوني؟ يعني واخا تكون الحاجه غاليه لكن اللون ديالها ما زوينش راه ما غاديش تبان، ما غتبانش زوينه وما غاديش تجي معاك هكا في وجهك كيف ما كان اللون ديال البشره ديالك. ديما اي حاجه تلبسيها ضروري ما انك تقيسيها على وجهك، يعني شنو ما كانت تقربي على وجهك ديما خصها تعطيك واحد اللمعه. فاش ديري شي حاجه على وجهك اي حاجه قيستيها خصها تعطيك واحد اللمعه في الوجه ديالك، اصلا داك اللوين خصو يكون فيه واحد اللمعه زوينه باش هكا يعني اي حاجه لبستيها تكون كجايه معاك،
متبقيش غير كتلبسي مثلا حاجه حيت على لا مود. هذه عاود نقطه مهمه واحده اخرى، ماشي حيت الحاجه خارجه لا مود انا اللي نلبسها، داك لا مود يقدر ما يجيش معايا. هكا يعني حاول انك تختاري الحوايج ديالك بعنايه ومع المده. واخا تكوني هكا تغلطي مثلا تمشي تاخديهم ما يجوش معاك المره الاولى المره الثانيه، ولكن الا بقيتي رد البال وبقيتي كتقولي مثلا جبت هاد الحاجه جاتني مثلا عرضت لي كتفاني، المره الجايه غنرد البال. مثلا بيناتني ضعيفه بزاف، المره الجايه غادي ناخد مثلا حوايج اللي ما كيضعفوش ما كيكونوش لاصقين بزاف. المهم كنقول بحال هكا، المهم انت مع المده غتكتشفي لاطاي ديالك مزيان، وغتعرفي شنو هما الحوايج اللي كتجيو معاك وشنو هما الحوايج اللي ما كيجيوش معاك. كاينين بزاف ديال البنات وديال العيالات الحاجه لما كانتش كتجي معاهم ما كيلبسوهاش وخا تبقى محطوطه في البلاكار، تدخل الماريو ديالهم تلقاه عامر بالحوايج، ولكن خصك كتلبس واحد 3 ولا 4 ديال البيسات هما اللي كتبدل فيهم. وتقدر تقول الاخرين حتى هما عندك زوينين جدادين ماشي قدام، قلت لا هذوك ما كيجوش معايا. ونعطيكم واحد الحاجه واحده اخرى غتكونوا رديتوا لها البال. كاينه شي مرا كتكون عاديه ومثلا كتكون دايره الفولار كيف ما دارتلو كيجي معاها غير ملويه كيبينها زوينه شاده عوج زوينه ساحت لها المهم ما مقاس زوينه، ولكن لا كونوا متاكدين ان داك الفولار اللي دايره هي راه مختارياه بعنايه، لا اللون ولا الثوب، باش هكا كيبقى ثابت لها كيف ما دارتلو كيجي معاها. هادو تجارب اللي انا شفتهم بعينيا. تقولك مثلا حاجه الا ما كنتيش معاها ما كتلبسهاش كاع في مره. المهم هاد الحوايج هادو غادي تخدمي عليهم مع الوقت غادي تلقاي نتيجه. يعني خصك شويه تصبر. مثلا الا بغيتي تمشي تقضاي سيري ديري الوقت ديالك. الا كانوا عندك وليدات حاولي تخليهم مثلا مع باهم او لا مع الوالده ديالك، ولا المهم خليهم مع شي واحد باش تمشي تختاري في خاطر. وكنفضل تمشي مع شي صاحبتك الا كانت صاحبتك النيت، مثلا فاش باش تعرفي واش صاحبتك النيت، حيت واخا تكون صاحبتك وتكون هذا، ولكن كاينه اللي فيها هاد الحوايج بحال هكا ما تبغيش تلبسي شي حاجه محسن منها، اولا ما تبغيكش ولا هي براسها ما عندهاش يعني براسها هي ما كتعرفش تختار، اولا المهم ما تقدريش تحكمي عليها. يعني اما تدي معاك شي وحده اللي كتبغي تبينك في احسن صوره، او لا سيري بوحدك وانتي مع الوقت غادي تتعلمي شنو هما الحوايج اللي كيجيو معاك وشنو هما الحوايج اللي ما كيجيوش معاك. وفاش تدخلي للمحل الا كنتي شي شويه ما راضياش على شي حوايج فيك، حيت داك مول المحل كتكون عنده تجربه اولا مولات المحل، المهم عند ما تمشي تقضي يعني غير كتدخلي حداه كيعرف شنو المشاكل اللي عندك، كيعرفك نتيا واش جايه تشري بثقه وعارفه يعني انت حاسه براسك زوينه وعجبك راسك، ولا نتيا غير معديه ومسلكه غيبقى يحط لك النقط على داك المشاكل اللي عندك. مثلا غليظه يقول لك لا وحيت غليظه كنتي ضعفي شويه يجيو معاك، قول له غليظه من بعد. انا ماشيش نقول لك تقول لي انت غليظه، انا عارفه راسي غليظه، انا جيت نشري منك الحوايج يعني غادي نقيس اللي عجبتني غناخدها واللي ما عجبتنيش ما غناخدهاش. هكا غتعلمي انك يعني ما تبقاش فيك ديك المرقه، وفي نفس الوقت يعني ما غتاخديش شي حاجه وهي ما عاجباكش. وفاش تاخدي الحوايج ديالك حاولي تاخديهم لي شي حاجه اللي كتبان هي سامبل، وفي نفس الوقت ما غاديش دي موضالك دغيا، يعني تقدري تلبسي فيها بزاف ديال المرات. وكيف ما قلت لكم يعني الالوان كيبقاو مهمين بزاف. تقدري تاخدي حاجه زوينه وغاليه ولكن اللون ديالها ماشي شي حاجه يعني فاش كتلبسيها ما كيبانش فرق انك راكي لبستي شي حاجه جديده، كتباني عاديه كنتي غير بقيتي بداك الحوايج القدام حسن. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو. اكيد المواضيع مازال غادي نهضروا عليهم حتى تولي كل مره ان شاء الله قويه وعارفه راسها شنو باغا وتبان راسها زوينه. حيت الا ما كنتيش صاحبتي نتيا واقفه على رجليك راه حتى واحد ما غادي يشدك من يديك ويقول لك نوضي وقفي على رجليك. حيت كاين في واحد المجتمع اللي قاصح شي شويه، المراه اللي كانت عندها شي شويه ديال الضعف اكيد ما كيزوز يطمع عليك حتى شي واحد ما يشدك في يديك ويقول لك نوضي راه نتيا راكي زوينه راكي يعني من جميع المحيطين اللي دايرين بك، الا واحد الناس اللي قلالين بزاف. داكشي علاش خاصك تخدمي على راسك، خاصك انك تقبلي راسك بجميع العيوب اللي فيها. اللي حاجه اللي خصك تخدمي عليها تخدمي عليها، ولكن الحاجه اللي ما عندكش الحل ليها خصك تقبليها وتبغيها كيف ما هي، باش الناس تكون عندك بلاصه في هذا المجتمع اللي حنا فيه. كنتمنى يا ربي تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو.
أكيد مازالين فيديوهات واحدة أخرين ومواضيع إن شاء الله تكون مختلفة. خليت لكم الراحة، مع السلامة.